وخلصنا. شفتي الجمال؟ شوفي سيدي يا سيدي، سيدي دي بقى يتقال لها يا سيدي، يتقال لها يا عمنا، عمنا يا عمنا، واللي متغاظ مننا يعمل زينا. شفتي الجمال؟ بأجنحة شغال. على فكرة صينية البطاطس دي حتى لو مفيش فراخ بكيلو أجنحة هتبقى حلوة، ولو من غير فراخ بالطريقة بتاعت لولو هتبقى تحفة. تعالي ندوق مع بعض عشان هما بيتغاظوا قوي من الحتة اللي انا بدوق فيها. ادوق ايه؟ ادوق الأجنحة الأول. انا بحب قوي العصعوص ده. الله، سيدي سيدي على الجمال والحلاوة. بصي الرز، هاتي الرز تعالي. بصي الفلفل ازاي. طبعا الرز بالشعريه احنا عملناه كذا مره مع بعض. بصي جماله. ولا الشوربه بتاعت لولو. هاي جربوا الشوربه بتاعت لولو كده بالطريقه دي. بصي الحلاوه، بصي الجمال، والله العظيم. سيدي عليك يا لولو. اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس، وشوفوا الفراخ بتاعت لولو. تعالي نجيب بركي كده جميل برضو. بصي اهي سخنه بس. بصي الجمال، بصي الجمال يا بنتي يا لولو. سيدي يا سيدي يا سيدي عليكي يا لولو. وانتي سيدي يا سيدي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واستنوا منه كل جديد. لولو مش هتنام تاني. باي باي. بسم الله، صلوا على النبي. تعالوا النهارده نعمل صينيه بطاطس بالطريقه بتاعتي. معايا هنا بتاع 6 بصلات مقطعاهم شرايح بالشكل ده، ومعايا هنا كيلو ونص بطاطس برضو مقطعاه بالشكل ده. اللي حابب يقطعها بالشكل ده تمام، مش حابب يقطعها حلقات عادي. ودي طماطم مقطعه برضو شرايح. معايا هنا بقى ده الكينج بتاع صينيه البطاطس، دي اجنحه. دي ما شاء الله بصي الجناح عامله ازاي. طبعا غسلناها بخل وليمون عشان تبقى ما فيهاش حته زفاره. ودي اوراق عادي، اللي حابب يعملها بالاجنحه شغال، اللي حابب يعملها بالاوراق شغال. تمام. هنجيب الصينيه، هننزل بسم الله. اول حاجه البطاطس، خليكم معانا بس واحده واحده عشان في حاجات لسه ما قلتش عليها. ومعايا هنا البصل. انا عايزه البصل بتاعي في الاول انزل بمعلقه ملح ومعلقه فلفل ابيض. مفيش فلفل ابيض تحطي فلفل اسود عادي. بسم الله. معلقه بابريكا حلوه كده، معلقه زعتر، اللي حابب برضو يحطها تمام، مش حابب براحته. معلقه كمون، وواحده ماجي، حابه تحطيها تمام، مش حابه براحتك. هندعك كل الحاجات دي في قلب بعضها، امرشيها كده بالشكل ده. البطاطس، ملح، تمام. احنا كده مرشناها. هننزل بالطماطم بتاعتنا ديت 5 حبات طماطم متقطعين شرايح بالشكل ده. معايا هنا فلفل، ثانيه، فلفل قطعيه حلقات. ده فلفل رومي، ده مش حامي، بس كل ما صينيه البطاطس بتبقى حراقه بتبقى طعمها حلو. وده فلفل هو برضو مش حامي قوي، بس يعني في سنه حرقان بسيطه، بس بيدي طعم حلو جدا لصينيه البطاطس. احنا قطعناه كبير بالشكل ده عشان اللي حابب ياكلها مع البطاطس ياكلها، مش حابب ياكلها بيشيلها عشان تبقى واضحه في الصينيه. وهنا بعد ما قلبناها، هي صغيره بس ان شاء الله هتكفي معانا، هتتستر باذن الله. معانا بقى هنا ايه؟ هريسه شطه، دي انا مفرزاها وشايلاها في الفريزر.
معلقه الهريسه دي مش عايزه اقول لكم هي بتودي صينيه البطاطس فين. تمام. هننزل بالفراخ بتاعتنا. حاولي تقلبي معلقه الهريسه كده بالشكل ده، وهننزل. بصي الفراخ بتاعتنا هنحاول بصي تدعكيها في الحاجه عشان تاخد من التتبيله بالشكل ده. ليه يا لولو عامله دبابيق وراك وليه عامله اجنحه؟ في بيحب الوراك وفي بيحب الاجنحه بالبطاطس، فقلت ما ازعلش حد. وبألف هنا وشفا لكل اللي ياكل حاجه. ونقلناها برده في صينيه تانية علشان انا عايزاها تاخد راحتها اكتر وتبقى بالشكل ده. والله تتاكل اكل قبل ما ادخلها الفرن. ومعايا هنا دي طماطم انا برده مفرزاها في الفريزر. هنجيبها كده ودي حته سمنه، معلقتين سمنه كده حلوين كده يا حبيبتي. يلا يا قلب اختك، واحلى صينيه بطاطس تعمليها بايديك اللي زي العسل. وهندخلها الفرن ونرجع لكم تاني. هنعمل حبه لسان عصفور. معانا معلقه زيت، معانا معلقه سمنه. هنعمل حبه لسان عصفور بطريقه لولو، بطريقتي الخاصه. انزلي بحبه لسان العصفور الحبه اللي انتي محتاجاهم على قد اسرتك. بسم الله. حلوه كده. نحمره ونرجع لكم تاني. بتاعنا بقى ذهبي كده بالشكل ده. احنا هنخليها ذهبي كده بالشكل ده. هننزل بجزرايه مبشوره، نديها تقليبه حلوه. قطع فلفلايه. اللي حابب الفلفل تمام، مش حابب ما يحطوش، بس هي بتدي طعم للشوربه حلو. احنا مش هننزل بالشوربه على طول، احنا هنقلبها شويه دقيقتين مثلا كده ولا حاجه. الجزره دي معانا بالشكل ده. هننزل ببشره الطماطمايه، تشيليها او قطعيها برده زي ما انت كده. هنديها برده دقيقتين، مش هننزل بالشوربه دلوقتي، بس هننزل بالماجي. واحده ماجي، نزلنا بواحده من الماجي. تمام. بقيت الشكل ده معانا. هننزل بالشوربه بتاعتنا بس تكون ميه سخنه. لو ما عندكيش شوربه يبقى حطي ميه سخنه. لسان العصفور احنا مش هنسويه على النار، لا هو هيغلي معانا شويه، واطفي عليه النار وغطيه علشان ما يعجنش معاكي. نحط الملح بتاعنا وهنغطيها بالشكل ده. مجرد ما تفور معانا فوره او اتنين هنغطيها ونطفي عليها. وخلصنا. شفتي الجمال؟ شوفي سيدي يا سيدي، سيدي دي بقى يتقال لها يا سيدي، يتقال لها يا عمنا، عمنا يا عمنا. واللي متغاظ مننا يعمل زينا. بصي الجمال بأجنحة شغال. على فكرة صينية البطاطس دي حتى لو مفيش فراخ بكيلو أجنحة هتبقى حلوة، ولو من غير فراخ بالطريقة بتاعت لولو هتبقى تحفة. تعالي ندوق مع بعض عشان هما بيتغاظوا قوي من الحتة اللي انا بدوق فيها. ادوق ايه؟ ادوق الأجنحة الأول. انا بحب قوي العصفور ده. الله، سيدي سيدي على الجمال والحلاوه. بصي الرز، هاتي الرز تعالي. بصي الفلفل ازاي. طبعا الرز بالشعريه احنا عملناه كذا مره مع بعض. بصي جماله. ولا الشوربه بتاعت لولو. هاي جربوا الشوربه بتاعت لولو كده بالطريقه دي. بصي الحلاوه، بصي الجمال والله العظيم. سيدي
عليك يا لولو، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس وشوفوا الفراخ بتاعت لولو. تعالي نجيب تركي كده جميل برضو. بصي اهي سخنه، بس الجمال، بس الجمال يا بنتي يا لولو. سيدي يا سيدي يا سيدي عليكي يا لولو. وانتي سيدي يا سيدي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واستنوا منه كل جديد. لولو مش هتنام تاني. باي باي.